ايه هو الجولفرز البو؟ بيحصل ليه وازاي اتعامل مع المشاكل دي واعرف التشريح بتاع العضله. الاول الجولفرز البو بيحصل في عضلات الريست فليكسور ماسلز، ودي العضلات اللي موجوده في بطن الايد هنا. طيب ما تعالى اما اقول لك وظائف العضلات دي، وهي حرفيا هي دي الوظيفه بتاعتها، وهي الريست فليكشن والفينجر فليكشن. فوظيفتها الاساسيه هي تعالى اما اقول ان المسافه دي تضيق، فده اسمه كده فليكشن. طب الفليكشن ده حصل لانهي مفصل؟ الريست، فده كده بقى اسمه ايه؟ ريست فليكشن. طب ونفس الكلام المسافه دي حصل لها ايه؟ فليكشن. طب الفليكشن ده حصل لمين؟ للفينجر، يبقى كده حصل تضييق او تقريب للمسافه اللي موجوده هنا. والعضلات دي سهل انك تشوف الاوتار بتاعتها بكل سهوله. شايفين الاوتار دي؟ هي الاوتار البيضاء اللي هنا. ووظيفه الوتر ان هو بيكونكت بون تو مصر. معقول لما عضلاتك يوصل لها اشاره عصبيه فيحصل لها انقباض عضلي، فاوتارك دي تتشد كده اهو فيحصل ريست فليكشن. وعشان كده لو سيبت ايدك خالص وجيت حطيتها قدامك ورخيت صوابعك وجيت عند ايدك كده وعضلاتك واوتارك وقمت ضغطت مره واحده، تلاقي بص ايه اللي حصل في صوابعك؟ ايه ده؟ دي نزلت لتحت كده لا اراديا. وده لان بكل بساطه انت ضغطت على الاوتار فاكنك مسكت الحبال دي وشدتها لتحت، فاول لما تيجي تعمل كده اهو صوابعك اوتوماتيك هتنزل لتحت. لا بقول لك ايه، سيب ايدك وركز معايا، تبقى اعملها بعدين بعد ما الفيديو يخلص. المهم تبقى جربها هتحصل معاك بجد يعني. بس عموما العضلات دي لما بيحصل لها اوفر يوز او بتستخدمها زياده عن اللزوم قوي بتوصل لمرحله اسمها الاوفر ترين. ولان لعيبه الجولف هم من اكتر الناس اللي بتعمل ريست فليكشن بضربه الجولف بالمنظر ده، فالمشكله دي اتسمت بالجولفرز البو. دلوقتي انت عرفت المشكله واتسمت بالاسم ده ليه، عرفت اسماء العضلات التشريح بتاعها وعلم الحركه كمان. وبس كده، خلي بالك على نفسك واشوفكم الفيديو الجاي على خير. لايك وفولو اللي جاي.